سلام. كيبدا فيلمنا بهاد جوج بنات انجيلا وجيسيكا، جوج خواتات اللي كيكونوا هاربين من البوليس بسبب هاد الفاليزه. وهنايا غنتعرفوا عليهم. هاد جوج خواتات عايشين حياه فقيره، كل وحده شنو خدامه. وهنايا كيبانوا لينا غيمشيو يتعرفوا على الجثه ديال باهم اللي قالوا لهم باللي مات، ولكن ملي كيدخلوا ما كيتعرفوش على الوجه ديالو حيت شحال هادي ما شافوه. ولكن كتجي هاد السكرتيره وكتاكد لهم باللي هذا باهم، وكتقول لهم باللي باهم كان شريف وراجل مزيان. وملي كيسولوها واش خلا شي ورث كتقول لهم مع الاسف ما خلات حتى شي حاجه. ولكن ملي كتديهم للدار اللي كان عايش فيها كتعجبهم وباينه فيها باللي الدار غاليه. انجيلا كانت كتحسر على الموت ديال باها، ولكن جيسيكا ما مسوقاش. مع الوقت انجيلا بدات كتلعب في الايباد وبدات كتدخل في واحد الكود، وهنايا تفتح واحد الباب سري وكيتصدموا بهادشي اللي لقاو انفاس ليهم، بيت عامر بالفلوس، وكيتصدموا بطبيعه الحال. وهنايا كيقرروا يمشيو، كل وحده كترجع لحياتها عادي. ولكن الغد ليه عاوتاني رجعوا لديك الخزنه، وانجيلا كتسول اختها شنو غيديروا بهاد الفلوس. ولكن جيسيكا ما عندها حتى شي فكره، وكيمشيو يتغداو في واحد المطعم اللي كيكون غالي، وكيتلاقاو مع صاحب باهم، ولكن كيتصرف معاهم بواحد الطريقه في شي شكل بحال كيضحك عليهم، وكيقول لهم باللي الماكله في هذا المطعم غاليه بزاف، وبدا كيتهكم عليهم. ملي كيساليو الماكله ديالهم كيمشيو يخلصوا. وهنايا كيبان لينا صاحب باهم ايزيكال بحال كيتهكم وكيضحك عليهم مع صحابه. هنايا انجيلا كتخاف وكتقول لاختها باللي الفلوس اللي لقينا اكيد ديالهم وعليها كيتصرفوا معنا بهذه الطريقه. ولكن جيسيكا كتقول لها كيفاش غادي يعرفوا الناس باللي هادوك فلوسهم، واش انتي حمقى؟ اكيد راه حتى واحد ما غيعيق بينا. ولكن انجيلا كتقول لاختها باللي حنا باينه فينا باللي ماشي لاباس علينا، واكيد غادي نفضحوا راسنا الا بقينا كنمشيو كناكلوا في هاد المطاعم الغاليه وكنلبسوا اللباس الغالي، وساهله الواحد يشك فينا. ولكن جيسيكا كتقترح على اختها باش يمشيو ويلبسوا بحالهم باش هكا الا مشاو شي بلاصه غاليه ما يشكوش فيهم. انجيلا كتقتنع بالهضره ديال اختها وكتقول لها ولكن بشرط ما خاصناش نعيقوا وما نشريوش بزاف، ونشريو غير الحوايج الاساسيه واللي محتاجين، وهكا ما غاديش نلفتوا الانظار ديال الناس الاخرين وما يعيقوش بينا. جيسيكا كتوافق على الشرط ديالها. من بعد كيمشيو للمول باش يشريو الحوايج، وباش ما يشكوش فيهم كل وحده مشات قضات الغرض لراسها. المشكله هي ان جيسيكا شرات بزاف ديال الحوايج، وهما طالعين في لاسانسور جيسيكا قالت لختها باللي شرات تليفون بالثمن ديال الخدمه ديال عام وهو يدور. وهنايا اختها بقات تغوت عليها وقالت لها المره الجايه تبقاي تحضي راسك باش ما يشكوش فينا الناس. وهنايا البنات بداو يلبسوا داكشي اللي شراو وبداو يستمتعوا بديك الحياه ديال الرفاهيه. شويه كيجي داك الصحفي وتيقولوا له شنو بغيتي، وقال لهم باللي جا عند مول الدار حيت خلى عنده شي حاجه قبل ما يموت، ووصاهم الا كان لقاو شي حاجه تقدر تكون ديالو يعيطوا ليه. اما الغد ليه في الخدمه ديال انجيلا جا عندها واحد البرلماني وكيمشي عندها وكيقول لها باللي عنده واحد الحاجه خاصه في الدار ديال الوالد ديالها، وهي مكثره الخوف قالت ليه تقدر تجي عندنا وقت ما بغيتي. وكنعرفوا منه باللي باغي شي حاجه عندها علاقه مع الحمله الانتخابيه ديالو. وملي كتمشي انجيلا للدار كتقول لاختها باللي هذوك الفلوس اللي لقينا واقيلا ديال البرلماني. جيسيكا ما كيعجبهاش الحال حيت طامعه في هذوك الفلوس، وهكا ما غادي تورث حتى شي حاجه من عند باها. من بعد انجيلا كتمشي توجد راسها باش تمشي، وهنا ما كتلقاش اختها وكتلقاها هازه شويه من دوك الفلوس ومخليه لها رساله ومشات. وملي كتبعها كتلقاها وكتقول لها جيسيكا بلي خديت الحق ديالي من الفلوس وغنمشي في حالاتي. ولكن انجيلا قالت لها بلي غنلقاو مشكل كبير معمرين هاد الفلوس. وهما كيهضروا كتشوف انجيلا جوج ديال الرجال حاضينهم وهما يهربوا من تما، وجيسيكا كتقول لها علاش اصلا حنا هربانين. انجيلا كتفهمها بلي داك البرلماني يدو واصله، واكيد هذوك الرجال من الرجال ديال البرلماني واكيد حاضيهم. شويه هو يبعث معاهم الصحفي وبداو كيتفاداوه وهاربين منه. وهما غاديين كيتلاقاو واحد السيد تلاقاوه في الريستورا، وحتى هو قلبوا الطريق باش ما يهضرش معاهم. وهما غاديين كتعجبها واحد الطوموبيل باش تشريها، وهما جالسين في الطوموبيل باش يجربوها. وهما يدوزوا داك الجوج وتخباو منهم وسهاو وبقاو مرتاحين تما. تجي عندهم مول الطوموبيل وقال لهم واش غتشريوها؟ قالوا ليه قال لهم باش غتخلصوا؟ قالت ليه جيسيكا كاش. وشويه هو يخاف ومشى كيهضر في التليفون وعيط ليهم البوليس، وفعلا جاو البوليس ولكن هما كانوا هربوا وكيبانوا لينا كيجريو في الزنقه. وهنا غادي نرجعوا للقطه الاولى ديال الفيلم وكنعرفوا باللي البوليس والعصابات تابعينهم. وانجيلا كتقول لاختها بلي هادشي كنت عارفاه واكيد حتى واحد ما غيخلينا نعيشوا حياتنا بخير. جيسيكا ما كديهاش فيها، كتقسم معاها الفلوس
وكتخليها وكتمشي، ومسكينه انجيلا كتبقى بوحدها. جيسيكا كتمشي باش تسافر، ولكن في السكانير كيشوفوا عندها الفلوس وكيشدوها البوليس. وهي غاده اختها كتشوفها في الزنقه وكتبعها حتى الكوميساريه، وكتسول على اختها فين هي، وكيقولوا لها بلي اختك مشدوده بسبب تهريب الدولارات. وكتقول له انا مستعده نعطيك كاع الفلوس اللي عندي، ولكن تهرب لي اختي. في الاول ما كيديوهاش فيها، ولكن ملي كتوريهم فلوس كيبقاو حالين فمهم وكيوافقوا يخرجوا ليها اختها. وكيخرجوا هما كيجريو فرحانين، وكتعانق اختها وكتعرف بلي ما عندهاش من غير اختها في هذه الحياه. اما البرلماني جا عندهم للدار هو والسكرتيره ديالو، كتطلع الفوق وكتجيب ليه واحد الاجنده، وكيقول لهم البرلماني بلي هادشي هو اللي كنقلب عليه من شحال هادي، وداكشي اللي باغي ما عنده حتى شي علاقه بدوك الفلوس اللي لقاو. من بعد كيمشيو يحلوا داك الباب السري وكيلقاو الفلوس وكيرتاحوا. من بعد كيلقاو السكرتيره قدامهم وقالت لهم بلي الدار غادي تتباع وخاصكم ضروري تعطيوني الساروت وتخويو الدار في اقرب وقت. وقالت لهم بلي غتوحشهم، يلا جات تعنقهم وهما يحبسوها باش ما تشوفش دوك الفلوس. وكيعرفوا بلي دوك الفلوس ما ديال حتى شي واحد، وكيفرحوا. وجزء كبير من دوك الفلوس مشاو للحضانه اللي انجيلا خدامه فيها. ومن كثره الصدمه بهذاك المبلغ الكبير اللي عطاتو انجيلا ما تيقوش راسهم وهما يسخفوا. وجزء اخر من الفلوس جيسيكا عطاتهم لامها، وحتى هي ما تيقاتش داكشي اللي كتشوف بعينيها، واكيد كتفرح بزاف ببنتها. وبطبيعه الحال ما كينساوش راسهم وكيشريو ليهم واحد الدار كبيره على شط البحر، وكيبانوا لينا عايشين فرحانين وكيطيبوا بجوج وفاهمين. وهنا كيسالي الفيلم ديالنا، واللي عجبو الفيلم يلايكي ويبارطاجي.